تشوفوني ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. باهي شباب، اليوم عنا او شرحنا راح يكون عن طريقة تغيير اسم الروتر او اسم الواي فاي الخاص بنا. المودم متاعك تهبط الانترنت في منزلك راح يكون عنده اسم كما تشوفوا شباب، يكون توب نت ومعاه رقم. انت اليوم تنجم تبدل الاسم تاعك اللي تحب عليه، تحط اسمك انت وتحط مع ايموجين. راح نوريكم بطريقة سهلة برشا وبسيطة. باهي شباب، نفتحوا كالعادة هوني عنا نكتبوا توب ادمين في الخانة الأولى، وفي كلمة المرور زاد نكتبوا توب ادمين ثابت مليح. هايك نخليها لك في أسفل هذا الفيديو في الوصف، وخليك الرابط باش تدخل على المودم الخاص بيك. نجم ثابت في عقلك توب ادمين بالشكل هذا، وتحط في المطبخ زادة توب ادمين، ومن بعد تعدي على روحك. هوني ادخلنا للمودم الخاص بنا. هذه واجهة نموذج كما تشوف شنو تعمل باش تبدل اسم الروتر الخاص بيك او اسم الواي فاي. تمشي هوني الخانة الثانية كونفيغراسيون، ومن بعد تمشي الكلمة الأخيرة هوني كما تشوف. باش نعمل لكم زوم WLAN كما تشوفوا شباب. من بعد تمشي دي باز هوني ان شاء الله نكون انطقت الاسم بالصحيح. كما تشوفوا هذا اسم الروتر الخاص بنا توب نت، ومعاه رقم، كل واحد عنده الرقم متاعو. انت شنو تعمل هوني باش تغير الاسم؟ تحط اي اسم تحب عليه. تنجم تعمل اسم وتعمل ايموجين كيما تشوف ايموجي. نعملو هكا، نزيد نعملو هكا، ونزيد نحطو ميسي. انا نحب ميسي الحق. وتعدي على روحك تبدل معاك الاسم، تختار الشكل اللي تحب عليه انت، ومن بعد تعدي كليك على ابليكي وتبدل معاك الاسم. الطريقة سهلة برشا ماشي صعيبة. ان شاء الله نكون فتكم بالشرح. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم.